هنخزن بقى البطاطس في البيت ب3 معالق زيت بس، مش اكتر من كده. 3 معالق زيت هنحفظها واكنك مشترياها جاهزه. يلا بقى نجهز عشان رمضان وعشان الولاد في المدارس. بس نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي معاكم. معانا 2 كيلو من البطاطس، هنقشرهم كويس معانا، وبعد ما نقشرهم هنغسلهم غسله كويسه. بعد كده بقى نقطع تقطيعه الصوابع. انا عايزه الصباع مش رفيع خالص، عايزاها تخينه. اوريكي سمك الصباع قد ايه. مش عايزاكي ترفعيه خالص عشان خاطر ان احنا تخزن معانا كويس وما تسودش كمان. يعني مش عايزين نرفعها قوي، لان في ناس طريقه تخزينها القديمه انه كانوا بيسووها نص تسويه في الزيت وبيحتفظوا بقى على كده. لا، احنا دي مش هنشربها غير 3 معالق زيت بس. قطعنا بقى الكميه ديت كلها. بس احنا عملنا بقى شكل ايه القطاعه اللي هوريها لكم دي. يا ريت كل بنت تجيبها في جاهزه، حلوه وجميله وحلوه بتاعه المخلل. بصوا قطعنا الاشكال ديت بقى بطاطس تانية. كام بطاطسايه كده قطعناهم بالشكل دوت عشان خاطر نغير من شكل الاكل والولاد يحبوه. وكل اللي خايف على صحه ولاده يعمل الاكل في البيت، كل حاجه في البيت. بعد بقى ما خلصنا وقطعنا كل البطاطس بالشكل ده كده، جايبين حله ميه سخنه على النار، هننزل عليها بمعلقه من الملح ومعلقه كبيره من الخل. الخل ليه؟ الخل جميل جدا في التسويه عشان خاطر حفظ الحاجه في الفريزر. هنسويها من دقيقه ونص لدقيقتين، ما تزوديش عن كده عشان البطاطس ما تتهريش منك. من دقيقه ونص لدقيقتين. معانا بقى ميه ساقعه مسقعينها في الفريزر، هننزل بيها في الطبق بتاعنا اللي فيه المصفى، وهننزل ونطلع بقى بالبطاطس على طول على الميه الساقعه على طول. ليه الميه الساقعه؟ لازم ميه ساقعه تطلع بيها على طول عشان ما تلحقش تبرد بسرعه وما تاخدش السوا الكامل سواها. بعد بقى ما خلصنا الكميه دي كلها سيبناها تتصفى كويس خالص، وبعد كده نشفنا بمناديل، وخدنا بقى الشكل اللي احنا عملنا، نزلنا عليه بمعلقه صغيره بس من الزيت، هنحطه بقى في الكيس بتاعنا. هنجيب بقى بقيه الكميه الباقيه البطاطس، هننزل عليهم بمعلقتين من الزيت وهنقلبهم كويس، وهنعبي بقى في الاكياس بتاعتنا. هوريكي طريقه ان انت تقطعي بيها الكيس عشان ما تاخديش كميه وتكوني قافله الكيس قفله كويسه وشكلها حلو. هنعبي بقى الاكياس بتاعتنا كلها. خلصنا بقى تعبئه الاكياس كده واحده واحده كده على طول. هنكون بقى مجهزين سكينه على النار عشان نسخن السكينه ونقطع بيها الكيس بالشكل اللي انتوا شفتوه كده بظهر السكينه على طول، وتشدي على طول الكيس هيتقطع معاكي. خلصنا بقى كل الكميه دي هتشيلها في الفريزر. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. دي حياتي وده شغلي، بحبكم.